بعد ما رجع لنا التفاؤل والطموح من تاني، يجوا هم في لحظه بيحاولوا يهدموا كل ده من تاني، ويجي يقول لك انتوا عايشين في مؤامره المظلوميه. وزاره الاسكان تهدد نادي الزمالك بسحب ارض 6 اكتوبر الفرع الجديد لنادي الزمالك لحين اشعار اخر. وقامت لجنه من جهاز مدينه 6 اكتوبر ببدء العمل داخل ارض نادي الزمالك وسحب كل المعدات من داخل الارض واغلاق الارض تماما. وبناء على القرار الذي صدر من وزاره الاسكان تم وقف العمل داخل ارض نادي الزمالك وتم سحب كل المعدات، ودلوقتي بقت تابعه لوزاره الاسكان. وحابب اقول ان كل المشاكل اللي حصلت لارض 6 اكتوبر وتم الوقف العمل داخل ارض 6 اكتوبر بسبب بلاغات كتير قوي من ناس اسمهم زملكاويه وينتموا لنادي الزمالك، قدموا بلاغات كتير قوي ضد اداره نادي الزمالك وارض 6 اكتوبر. وحابب اقول ان انا كمشجع لنادي الزمالك من محبي المستشار مرتضى منصور، وكنت مؤيده جدا لحد ما مشي من اداره نادي الزمالك، وهو من احسن الرؤساء اللي مسكوا اداره نادي الزمالك. لكن حابب اقول ان في شكاوي كتير قوي اتقدمت من المكتب بتاعه، مكتب المحاماه، ولو طلع فعلا ان هو قدم شكاوي كتير قوي ضد اداره نادي الزمالك وضد ارض 6 اكتوبر، وهيكون هو اساسي في موضوع سحب الارض 6 اكتوبر من نادي الزمالك، فعلا جماهير نادي الزمالك كلها هتقلب عليك يا سياده المستشار. وعلشان كده اداره نادي الزمالك عملت اجتماع طارئ لحل ازمه ارض 6 اكتوبر، وهم على طول دلوقتي في اجتماعات لحد ما ينهوا المشكله. وحابب اقول ان ميدو نزل على صفحته الشخصيه وقال ان كل اوراق نادي الزمالك سليمه، ليه تم وقف العمل داخل ارض 6 اكتوبر. وحابب اقول ان هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك طلع وقال ان كل اوراق نادي الزمالك سليمه، وكمان في قرار جمهوري بمد المهله لحد 2026، يعني لسه المهله ما خلصتش. مين ورا سحب ارض 6 اكتوبر من نادي الزمالك، ومين المستفاد، ومين اللي عاوز يهد استقرار نادي الزمالك؟ عاوزين نعرف. وطلع علينا الصحفي محمد كارم وقال كل المحاولات اليائسه للتخريب لن تنجح، والارض لنادي الزمالك هي مساله وقت مش اكتر. كمان حابب اقول ان الكابتن هيثم فاروق عبر منصه اكس الصفحه الشخصيه بتاعته قال لا لسحب ارض نادي الزمالك من نادي الزمالك، وان شاء الله الارض هترجع تاني لنادي الزمالك. وحابب اقول ان كل اللي عاوز يهد استقرار نادي الزمالك مش هيعرف، لان دي كلها محاولات فاشله، وارض 6 اكتوبر راجع تاني لنادي الزمالك، ونادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. وهي دي الاخبار اللي كانت معانا النهارده، ونادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. وحابب اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.